ما يدخل سمو الأمير تكونوا كلكم خير. محمد كمال المصري، أو زي ما كلنا بنسميه أو هو سمى نفسه شرفنطح. محمد كمال المصري اتولد في القاهرة في 11 أغسطس عام 1886 لأب كان أستاذ في الأزهر، وألحقه بكتاب وهو عنده 4 سنين. اشتهر باسم شرفنطح لأنه هو اللي اختار الاسم ده لنفسه، كانت شخصية من الشخصيات اللي بيجسدها في أحد مسرحياته. ظهرت عليه موهبة التمثيل وهو في سن صغير، فالتحق بفرقة سلامة حجازي واشتهر بتقليده للفنان سلامة حجازي. علاقته بنجيب الريحاني كانت علاقة القط بالفار. عمل فرقة مسرحية صغيرة وكان بيلف أو بيجول بيها في الأقاليم حتى قيام الثورة عام 1919، وهنا بقى الفرقة خلاص اتفشكلت، فحب ان هو ينضم لفرقة نجيب الريحاني، لكن نجيب الريحاني رفضه، فحس بالإهانة فقرر ان هو يعمل فرقة مسرحية صغيرة وينافس بيها فرقة نجيب الريحاني علشان يرد الإهانة. وكمان قرر ان يسمي نفسه شرفنطح، وعمل شخصية بالاسم ده علشان ينافس بيها شخصية كشكش بيه اللي كان بيقوم بيها نجيب الريحاني. للأسف الشديد فرقته مرت بظروف مادية صعبة، الفرقة برضو ما كملتش، فالريحاني هنا رحب بيه لينضم لفرقته عام 1935. محمد كمال المصري أو شرفنطح ما كانش بيدي عنوانه لحد خالص في الفرقة، محدش كان يعرف عنوانه، كان بيرفض علشان هو كان بخيل وكان حريص جدا، كان دايما بيحط فلوسه في حزام وبيربطه على بطنه، لغاية لما في يوم من الأيام المنزل بتاعه وقع، فاضطر ان هو يسكن في حجرة على احد الاسطح، وبرضه ما قالش لحد عنوانه فين. فنان نجيب الريحاني ما سكتش على كده، كان دايما يبعت ناس وراه تراقبه علشان يعرف هو ساكن فين، وكان دايما يحب يعمل فيه مقالب، وبرضه ما كانش بيعرف هو ساكن فين. كل التجارب وكل المحاولات فشلت. كانت بداية النهاية لشرفنطح عام 1951 لما هاجمه مرض الرب وكمان الفقر والشيخوخة، وجسمه كان هزيل، فاضطر ان هو يترك منزله في شارع محمد علي، اخد زوجته واتجه لحارة حلوات بالقلعة، وهناك نزل ضيف في بيت سهره. لكن اكتر حاجة تعبت نفسيته مش الفقر ولا الشيخوخة ولا المرض، لكن تأثر برحيل توأمه الروحي وصديقه الفنان نجيب الريحاني، وكانت اخر اعماله دور شملول زوج ضريبة هانم ماري منيب في فيلم عفريتة إسماعيل ياسين. وظل شرفنطح بلا عمل من عام 1954 حتى عام 1966. طبعا السؤال هنا، طب هما فين أولاده؟ ليه ما كانوش بيصرفوا عليه ولا بيسألوا عنه؟ هو للأسف لم ينجب أبناء، وكان دايما بيقول أنا عشت حياتي كلها معذب بالهموم، فأنتوا عاوزيني أجيب أبناء، أجيب بإيدي ضحايا للحياة؟ مبدأ، بس يعني كل حد بيتولد برزقه، ربنا ما بينساش حد. وفقا لموقع السينما دوت كوم يقال ان الفنان محمد كمال المصري اكتشف الجيران موته عن طريق انبعاث رائحة جثته في الحجرة اللي كان عايش فيها لوحده. رحم الله الفنان الكبير محمد كمال المصري أو شرفنطح. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، ولو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وانت انتظرني في القصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.